كثيرون يسألون: يا دكتور، هل أعاني من الصداع النصفي؟ هل كل صداع هو صداع نصفي؟ الإجابة هي لا. إذا ما هو الصداع النصفي؟ الصداع النصفي هو متلازمة صداع أولية في الدماغ. ما الذي يسبب الصداع النصفي؟ يعتقد العديد من الباحثين أنه ربما يوجد شيء يسمى توسع الأوعية في الدماغ، مما يعني أنه إذا كان هناك تدفق مفاجئ للدم إلى الدماغ، أو إذا كان هناك توسع في حجم الدم في الدماغ، فإن هذا يؤدي إلى صداع عرضي يسمى الصداع النصفي. ما هي الأعراض الكلاسيكية للصداع النصفي؟ يمكن للمرضى أن يعانوا من صداع يكون غالباً من جانب واحد، أي يؤثر على جانب واحد من الرأس، ولكن في حالات نادرة يمكن أن يؤثر على كلا الجانبين. الحساسية الكلاسيكية للضوء، حيث يزداد الصداع عند التعرض للأضواء الساطعة أو ضوء الشمس. ثم هناك الفونوفوبيا، حيث يمكن أن تسبب الضوضاء العالية وسماعات الأذن وعندما يكونون في أماكن مزدحمة. والموسيقى، كما تعلم، الموسيقى العالية جدا يمكن أن تحفز الصداع، وهذا عندما نعتقد أنه قد يكون صداع نصفي. بعض الأشخاص يمكن أن يعانوا من اضطرابات بصرية عندما يكون لديهم نوبة مستمرة من هذا الصداع النصفي، حيث قد يكون لديهم رؤية ضبابية بسيطة، أو قد يبدأون في رؤية بعض الأشكال أو بعض الومضات الضوئية أمام أعينهم، وهذا يسمى الهالة البصرية للصداع النصفي. وفي الغالب يعانون من الغثيان، أو حتى ينتهي بهم الأمر بالتقيؤ مع هذا الصداع. ليس كل صداع يمكن أن يكون صداعاً نصفياً. إذا ما هو الاختبار المهمل لتشخيص شخص يعاني من الصداع النصفي؟ يكون ذلك عن طريق إجراء فحص للدماغ، مثل فحص بسيط بالأشعة المقطعية للدماغ أو التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ. لكن من فضلك تأكد من إجراء فحص للدماغ تحت إشراف طبيب الأعصاب الخاص بك، والتأكد من أن الدماغ لا يحتوي على أي شيء آخر، وأنه مجرد صداع نصفي. كيف نمنع الصداع النصفي؟ أول وأهم شيء هو النوم. 7 إلى 8 ساعات من النوم العميق ضرورية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي. لا تتعرضوا للروائح السامة والزيوت الطبيعية. أود أن أؤكد على هذا مرة أخرى، الزيوت الطبيعية مثل زيت الأوكاليبتوس وكل هذه المراهم التي نستخدمها. كيف نعالج الصداع النصفي؟ هل يمكن علاج الصداع النصفي؟ دكتور، يسأل الكثيرون ذلك. الصداع النصفي يمكن علاجه، ولكن في بعض الحالات يمكن فقط السيطرة عليه وليس علاجه بالكامل. هناك العديد من الأدوية في السوق الآن لعلاج والسيطرة على الصداع النصفي. في الواقع مؤخرا جدا وافقت إدارة الغذاء والدواء على بعض الأجسام المضادة وحيدة النسيلة. هي حقن قابلة للحقن، نعطيها للمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي المستعصي، حيث يأخذون الحقن مرة واحدة في الشهر ويصبحون خاليين من الصداع، لنقل بعد حوالي 10 إلى 12 حقنة تؤخذ على مدى سنة أو نحو ذلك. لذا أصدقائي الأعزاء، الرسالة التي يجب أن تأخذوها معكم هي أن ليس كل صداع هو صداع نصفي. يرجى زيارة طبيبك والتأكد من إجراء فحص للدماغ إذا كنت تعاني من صداع لفترة طويلة. الوقاية من الصداع النصفي من خلال نمط حياة صحي أمر مهم للغاية، وعلاج الصداع النصفي متقدم بشكل جيد، وهناك العديد من الخيارات المتاحة. شكرا لكم.